السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم البسكوت النشادر. معايا هنا كوبايتين سمن، ومعايا كوباية سكر بودرة، وهاخد معلقة كبيرة بيكنج باودر او كيس بيكنج باودر، وواحدة فانيليا، وثلاث بيضات، ونص معلقة نشادر، نص معلقة صغيرة، وكيلو دقيق. هنبتدي بقى نجيب الطبق بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. هحط فيه كوبايتين سمن، المقادير دي مظبوطة. كوبايتين سمن كده على كوباية سكر بودرة، معاهم 3 بيضات. ادي بيضة، وادي التانية، كده 3 بيضات. ماشي، هحط عليهم فانيليا وهقلب. هقلب بقى كل المكونات دي لحد ما تبقى معايا كريمي. هفضل اقلب فيها لحد ما تبقى كريمي اهو زي ما انتوا شايفين. قعدت اضربها بالمضرب كتير لحد ما بقت كريمي كده معايا. في الوقت ده بقى اشيل المضرب خالص. معايا هنا بيكنج باودر، هحط معلقه كبيره مليانه او كيس بيكنج باودر. حطيت اهو البيكنج باودر، هبتدي ان انا برضو اقلبه كده. هحط بقى الدقيق. معايا هنا كيلو دقيق. احط الكيلو كله زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ان انا اعجن. مش تعجني بقى برضو بايه يعني بطراطيف ايدك كده، تلم العجين مع السمن مع السكر مع البيض لحد ما تتكون عندي عجينه. انا مش هضيف اي حاجه، انا هلم بقى كل الكلام ده وهرجع لكم تاني. كده اهو بعد ما لميت العجينه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. انا ما بعجنهاش، انا يعني ايه بعملها كده بس عشان ايه ما تعملش معايا عرق. اهو الدقيق بتاعي كله اختفى. معايا هنا بقى حوالي نص كوبايه لبن. معايا هنا بقى نص كوبايه لبن، عليها نص معلقه نشادر ممسوحه. هدوب بقى النشادر كده في اللبن. وهبتدي ان انا احط شويه بشويه واعجن. ممكن الدقيق بتاعي ياخد نص كوبايه اللبن كلها، وممكن ازود على حسب برضو نوع الدقيق، بس انا حاطه نص كوبايه لبن زي ما انتوا شايفين كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده. هحط باقي اللبن، يعني دي كده بالظبط نص كوبايه. نص كوبايه لبن على مقدار كيلو دقيق ده. هلم بس بيها العجينه. اهو زي ما انتوا شايفين كده العجينه بتاعتي اتلمت. هريحها بقى كده 10 دقايق وهبتدي ان انا اشتغل فيها. اهو زي ما انتوا شايفين جبت المكنه بتاعتي وحطيت فيها العجين. انا بستخدم الشكل ده اهو. هعمله برضو معاكم.
زي ما انتوا شايفين كده عملت اول صاج اهو زي ما انتوا شايفين. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180. وما اخلص الكمية كلها هوريكم الكيلو عمل معايا قد ايه وتسويته هتكون عاملة ازاي. وبكده ده البسكوت بعد ما خرج من الفرن اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هسوي بقى كل الكمية بالطريقة دي وهوريها لكم في الاخر. ورجعت لكم اهو بعد ما خلصت كمية البسكوت بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين. انا بس هحطها في علبة كبيرة عشان انا هحط حاجة جنبه يعني. بصوا بصوا البسكوت زي ما انتوا شايفين اهو. اتمنى بقى تجربوه، المقادير مظبوطة جدا. اتمنى تجربوه واشوفكم في وصفة جديدة.